فاكر انك تعرف كل حاجة عن الذهب؟ الحلقة دي هتغير رأيك خالص، هنقول لك معلومات عمرك ما سمعتها قبل كده. معاكم دكتور ياسر الطويل الجوهرجي. أول حاجة خالص واللي ناس كتير ما تعرفوش إن الذهب ليه ألوان كتير، وبتكون بسبب اختلاف عيارات الذهب ونوع الشوائب اللي موجودة فيه. والعيارات هنا بمعنى أبسط هي درجة نقاء الذهب، وكل ما الرقم ده بيزيد درجة النقاء بتزيد، وبالتالي سعره طبعا هيزيد. ونمسك حاجة حاجة بقى يا طويل العمر. أول حاجة عيار 24 أو اللي بيسموه 4 تسعات، وهو أنقى أنواع الذهب اللي هو أقلهم شوائب. يعني طب يعني إيه 4 تسعات؟ الذهب بيتم حساب نقائه عن طريق الأسهم، فمثلا الجرام بيكون فيه 1000 سهم، فكده عيار 24 بيكون فيه 999.9 سهم من الذهب من ال1000 سهم، والباقي بيكون شوائب. عشان كده هو أغلى أنواع الذهب، وكل أنواع وعيارات الذهب بيكون عليها نسبة شوائب، وده اللي بيتحدد على أساسه عيارات الذهب المختلفة. وعيار 24 هنا بيتعمل منه السبائك اللي احنا بنحوشها. بس عيار 24 ده ذهب طري جدا وسهل إنه يتني، علشان كده الدول اللي بتعمل منه مشغولات لازم تعمل حاجات وزنها تقيل علشان تعالج نقطة إنه طري جدا. وأشهر الدول في الموضوع ده السعودية والإمارات والخليج عامة. ونيجي بقى للي بعديه اللي هو الذهب عيار 21 أو زي ما بنسميه عندنا الذهب البلدي، وهو الأكثر انتشارا في المحافظات، وبيكون لونه أصفر مايل للإحمرار، وده بيكون 875 سهم ذهب والباقي شوائب أخرى. والمقصود بالشوائب هنا مش حاجة وحشة، لا دي بتكون معادن أخرى زي الفضة والنحاس وخلافه. وهجيلك في حتة الشوائب دي بعدين وهقولك إيه لازمتها، لأنها بيتحدد عليها حاجات كتيرة جدا. ونيجي بقى لعيار 18 واللي بنسميه الذهب الأفرنجي، وهو من أمتن عيارات الذهب واللي بيدينا حرية إن احنا نتحكم في أشكاله، وبنقدر نعمل منه كمان أوزان خفيفة، وده بيبقى منتشر أكتر في القاهرة الكبرى. ولأنه أمتن وما بيتنيش بسهولة فهو الأحسن في الارتداء اليومي. وهتلاقوا معظم البراندات العالمية بتعمل المجوهرات بتاعتها من عيار 18 لأنه أنشف، فممكن يعملوا منه ديزاينز كتيرة جميلة وغريبة. وطبعا كلكم فاكرين إن احنا خلصنا كلام عن العيارات، لكن لا، لسه في عيار 14 اللي بيتكون من 585 سهم من الذهب والباقي من معادن أخرى، واللي بيكون أنشف من عيار 18 وشائع استخدامه جدا في أوروبا وأمريكا. وزي ما الجوهرجي قالك إن الذهب ألوانه بتتغير وكل لون وليه سبب معين، بس خلي بالك في فرق ما بين الذهب المطلي والذهب اللي أساسه أبيض أو روز جولد. وطبعا أنت دلوقتي مش فاهم حاجة خالص، هبسطها لك. الذهب بيتغير لونه عن طريق إننا بنتحكم في نوع المعدن اللي موجود مع الذهب. وتعالى ناخد عيار 18 كمثال. عيار 18 فيه 750 سهم ذهب و250 سهم شوائب أو معادن تانية بالأصح، والمعدن التاني ده هو اللي بيخلينا نتحكم في لون سبيكة الذهب قبل ما نعمل منها المشغولات. فمثلا لو حطينا ال 250 سهم دول نحاس أو فضة فهيكون لونه أصفر أو أصفر مايل للإحمرار. ولو خليناهم معدن البلاتين هيكون السبيكة في الآخر لونها أبيض. ولو خليناها نحاس مع فضة بنسب معينة كده هتطلع في الآخر السبيكة روز جولد. ودول بقى بيكونوا اللون الأصلي للسبيكة قبل تصنيع المشغولات. طب المشكلة في ايه؟ المشكلة ان في ذهب عيار 18 بيتصنع باللون الاصفر وبعد كده يطلي بالابيض او بالروز جولد، وبعد فترة الطبقة دي جزء منها بيتقشر وتبقى مش عارف هي اصفر ولا ابيض. فالاحسن دايما لما تشتري ذهب ابيض او روز جولد تتأكد ان ده لونه الاصلي مش طبقة مطلية. نيجي بقى لاشكال الذهب. اول حاجة السبايك. يعني ايه بقى سبيكة؟ بالبلدي كده هي صبة من الذهب عيار 24 وبيتم تصميمها في أشكال كتير وأوزان مختلفة من أول 1 جرام لغاية الكيلو. والدول برضو بتحفظ الاحتياطي بتاعها في البنوك المركزية على شكل السبايك دي بس بأوزان تانية خالص. وطبعا السبايك هي من أهم وأشهر أنواع الاستثمار في العصر الحديث. وعلى فكرة السبايك بيكون ليها أشكال كتير زي الشكل الإسلامي والشكل القبطي والشكل الفرعوني، وكمان بيكون عليها الدمغة واسم الشركة المصنعة للسبيكة. وتكلفة المصنعية للسبايك بتكون قليلة وتقدر تبيعها في أي حتة في العالم. ونيجي بقى لتاني حاجة وهي الجنيهات الذهب، ودي مبدئيا بتبقى عيار 21 وعاملة 8 جرام، في منها نص جنيه وفي ربع جنيه. والأشهر على الإطلاق هو الجنيه الذهب اللي عليه صورة الملك جورج.
ولازم الدمغة تكون ظاهرة بشكل واضح وعليها العلامة التجارية للشركة المصنعة. طيب، هل جنيه الملك جورج هو بس اللي موجود؟ أكيد لأ، في شركات تانية كتير جدا بتنتج جنيهات ذهب عليها صور ورسومات إسلامية وقبطية وفرعونية. وطبعا زي ما قلنا قبل كده، أهم حاجة يبقى موجود الدمغة على كل الجنيهات الذهب. وفي الآخر المشغولات الذهبية، ودي اللي الستات بتلبسها عشان تتزين بيها، ودي بتكون عيار 21 أو 18 زي ما انتوا عارفين. والمشغولات الذهبية بتختلف في طريقة لبسها من شعب للتاني، يعني مثلا في أنواع ذهب مشهورة عند شعوب وشعوب تانية لأ. يعني دول الخليج بيحبوا دايما الذهب عيار 22، وأغلبية البراندات العالمية في أوروبا وأمريكا بيستعملوا عيار 14 و18. طب يا طويل، ما جبتش ليه سيرة الألماس كل ده؟ ده انت ماسك الذهب بقالك 4 حلقات. ما تقلقوش، هنتكلم في كل حاجة عن الألماس بس الحلقة الجاية. كان معاكم دكتور ياسر الطويل في الجواهرجي.